بكم في حصة مغربية. على بعد أيام قليلة من الانتخابات المبكرة المقررة في 23 من يوليو بإسبانيا، يحاول زعيم الحزب الإسباني المعارض ألبرتو نونيز فيخو طمأنة المغرب بإقامة علاقات قوية ومستقرة في حال وصوله إلى السلطة. واعتبر فيخو أن علاقات إسبانيا مع المغرب لا يمكن أن تقوم على أساس العلاقة الشخصية، وشدد على ضرورة إقامة علاقة قوية مع حليف وجار وصديق لإسبانيا، ومعرفة ما اتفق عليه رئيس الحكومة بيدرو سانشيز مع المغرب. يأتي ذلك في وقت كانت تعول فيه جبهة البوليساريو الانفصالية أن يتصدر الحزب الانتخابات ليغير مواقف الحكومة الإسبانية المقبلة من مخطط الحكم الذاتي المغربي بخصوص الصحراء. رسائل الساسة الإسبان لخطب ود المغرب ترد تباعا لتكتب سطورا جديدة في صفحة العلاقات بين الرباط ومدريد، هذه المرة من جانب المعارضة الإسبانية. خروج إعلامي لرئيس الحزب الشعبي ألبرتو فيخو أعلن فيها أنه في حال فوزه في الانتخابات المقبلة فإن أولويته ستكون إقامة علاقات يصفها بممتازة مع المغرب مستقرة وشفافة، كلمات تحمل العديد من الدلالات بحسب المراقبين. ألبرتو فيخو أراد بعث برسالة ذكية ورسالة قوية لا للمملكة المغربية ولا لأعداء الوحدة الترابية، لهذا فهو كان صريح جدا في هذه الرسالة، تطرق فيها بأن العلاقة المغربية الإسبانية غادي تزداد قوة وغتوصلها لواحد الدرجة أكثر من ما هي عليه الآن. تصريحات رئيس الحزب الشعبي الإسباني تطمئن بشكل استباقي لمستقبل العلاقات بين البلدين الجارين، وتنسجم بحسب المحللين مع الموقف الإسباني الرسمي الذي يؤيد مقترح المغرب للحكم الذاتي لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء. أعتقد أن تصريحات رئيس الحزب الشعبي الإسباني تؤكد مرة أخرى أن قرار الاعتراف بمغربية الصحراء هو قرار الدولة وليس قرار رئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانشيز كما أراد أن يوهم البعض. وبالتالي أنا أعتقد بأن هذه التصريحات تؤكد مرة أخرى بأن قرار الاعتراف بمغربية الصحراء اتخذته الدولة الإسبانية بحكومتها وبملكها وبمؤسساتها وليس قرارا انفراديا يحسب لبيدرو سانشيز. إعلان يأتي قبل ساعات من انطلاق الحملة الدعائية للانتخابات المبكرة التي دعا إليها سانشيز بعد خسارة حزبه وشريكه في التحالف الحكومي ائتلاف أقصى اليسار أونيداد بوديموس في الانتخابات الإقليمية والبلدية. مواقف الأحزاب الإسبانية الإيجابية تجاه المغرب سواء كانت في المعارضة أو في الأغلبية، وحضوره في النقاشات السياسية الكبرى بإسبانيا يعكس بحسب المراقبين كونه ورقة انتخابية هامة لأسباب متعددة من بينها السياسية والاقتصادية والأمنية. فدوى مرابطي، قناة الغد، الرباط. نبدأ هذا النقاش مع ضيفنا. معنا من الرباط دكتور تاج الدين الحسيني خبير العلاقات الدولية، كما نرحب أيضا من مدينة أليكانتي الإسبانية بالدكتور مصطفى العباسي الأكاديمي والمتخصص في العلاقات الدولية. ضيفنا أهلا بكما معنا على شاشة الغد. أبدأ من العاصمة المغربية الرباط مع الدكتور الحسيني. دكتور الحسيني، المعارضة الإسبانية كانت تطالب سانشيز بأن يكون له موقف محايد لبلاده بخصوص الحكم الذاتي في الصحراء المغربية. اليوم المعارضة باتت تخاطب ود المغرب، تتودد للمغرب قبيل هذه الانتخابات. ما الذي حصل وكيف تقرؤون في المغرب هذه التصريحات؟ هناك عدة قراءات يمكن أن تفسر موقف رئيس الحزب الشعبي السيد ألبرتو فيخو فيما يتعلق بهذا الموضوع. قد يقول قائل بأن المسألة تتعلق بالعملية الانتخابية والاستعداد لها، وهو يعلم أن الإسبانيين متعاطفون كثيرا مع المغرب فيما يتعلق بعلاقات طيبة، ليس فقط لسواد عيونه ولكن لأن مصالح
إسبانيا تكمن في هذه العلاقة المفضلة. أولا بالنسبة للصيادين الإسبان في منطقة الأندلس والجنوب الإسباني، هم مرتاحون كثيرا لاتفاقيات الصيد التي يستفيد منها الإسبان. كذلك إشكالية الهجرة السرية، الجميع يعلم أنه خلال السنتين الماضيتين معدل ارتفاع الهجرة السرية عبر السواحل المغربية انخفض بنسبة تفوق 65%، وفي المقابل ارتفع بما يفوق 72% فيما يتعلق بمناطق المرتبطة بليبيا وتونس. وبالتالي يعني حتى الدولة الإسبانية في العمق عندما نأخذ هذا الموضوع ستكون مرتاحة إذا كانت البشائر الانتخابية المرتبطة بالسيد رئيس الحزب الشعبي تسير في هذا الاتجاه، تعطيه زخما قويا للحصول على مزيد من الأصوات. ولكن التفسير الآخر الذي في اعتقادي أكثر جدارة وهو القول بأن ما اتفق عليه بين بيدرو سانشيز والعاهل المغربي يدخل في إطار سياسة دولة بهذا المعنى السليم للكلمة، لأن قضية العلاقات المغربية الإسبانية ليست فقط موضوعا للسياسة الخارجية، هو كذلك موضوع للسياسة الداخلية الإسبانية. وبالتالي عندما يقول الآن ألبرتو بأن مسألة العلاقات ستكون ممتازة، هذا الشيء سيكون منتظر في جميع الأحوال للأسباب التي أشرت إليها. نعم. ولكن أكثر من ذلك ينبغي أن نذهب بعيدا لنتساءل فيما يتعلق بمسألة الحكم الذاتي. الحكم الذاتي الذي أيده سانشيز بشكل قوي وجد ملح. نلاحظ أن هناك تحفظ بالنسبة، وحتى الرئيس الحزب الشعبي في تصريحاته لم يذكر مسألة الحكم الذاتي ولم يتعرض لها، ولكنه أشار إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك توافق بين الأشخاص، وأشار إلى قضية أخرى وهي مسألة البرلمان. هل هذا يعني أنه ربما سيعرض مثل هذا الموضوع في المستقبل على البرلمان؟ أعتقد أن الأيام ستدلي برأيها بهذا الخصوص، ولكن حتى مسألة الوصول إلى السلطة من طرف الحزب الشعبي ليست مضمونة بالمئة. طيب. حقا حازوا قصب السبق في الانتخابات المحلية، لكن البرلمانية وانتخابات الرئاسة شيء تماما، شيء آخر بكل تأكيد. طيب دعنا نسمع أيضا رأي الدكتور مصطفى العباس. أهلا بك معنا دكتور مصطفى. ما الذي جعل المعارضة تغير موقفها من المملكة المغربية؟ نعم، مساء الخير. بطبيعة الحال العادة أن كان هناك دائما تخوف من وصول الحزب الشعبي اليميني إلى رئاسة الحكومة الإسبانية، خاصة في علاقته مع المغرب، على اعتبار أنه هناك تاريخ أو سوابق في تأزم العلاقة خلال مرحلة الحزب الشعبي. هذا كان يطرح مجموعة من المشاكل على مستوى الاستراتيجيات وكذلك على مستوى العلاقات بين البلدين. الآن هناك تغير قد أسميه مفاجئا، لكنه يمكن أن يكون أيضا تكتيكيا، على اعتبار أننا في مرحلة حملة انتخابية، الانتخابات العامة التي ستقام في إسبانيا في 23 من يوليو الجاري. هذه المسألة يجب أن نعطيها أهمية أساسية، وهي أن ألبرتو فيخو ربما رأى في الكتلة الناخبة المغربية ذات الأصول المغربية، على اعتبار أن من يصوت هم المجنسون أو الحاملين الجنسية الإسبانية بالدول التي هذا الاتفاقيات مع إسبانيا. الآن هناك ربما توجه أيضا نحو استغلال هذه الكتلة الناخبة المغربية ذات الأصول المغربية المتواجدة هناك. ألبرتو كذلك يفكر ماليا، وقد رأى ذلك حتى خلال الانتخابات السابقة، الانتخابات المحلية والجهوية التي تمت في ماي الماضي. رأى ربما أنه لا بد أن يكون مرنا اتجاه العلاقات مع المغرب، رغم أنه هناك تخوف كبير من تحالف مستقبلا مع فوكس اليميني المتطرف. هذه الأمور كلها الآن ألبرتو ربما يمكن أن نعتبر أن هناك تقريبا تحول جذري في موقف الحزب الشعبي، خاصة في هذه المرحلة التي كان من الممكن أن يلعب فيها الورقتين، لكنه اختار ربما يكون واضحا واكثر شفافيه لما قال انه سيتعامل مع المغرب. واليوم في هذا الصباح صرح رسميا على اعتبار انه في حال حزبه وترأسه للحكومه الاسبانيه فان اول دوله سيزورها هي المغرب، وهذا عرف جاري به العمل الحقيقه في اسبانيا، على اعتبار ان اول زياره يقوم بها رئيس الحكومه هي زياره المغرب، ولكنه اراد ان يطمئن وان يوجه رسائل
الى الحكومه المغربيه وكذلك ربما حتى للمغاربه. ونعتقد كذلك ان حتى الاسبان لهم اهتمام كبير حاليا بهذه العلاقه، وهو ما جعلها في صلب الحمله الانتخابيه للحزب الشعبي وكذلك للحزب الاشتراكي العمالي الذي يسير الحكومه حاليا. طيب، أتوجه بسؤال لدكتور تاج الدين. دكتور تاج الدين، البوليساريو الانفصالية كانت تعول كثيرا على قرار ربما الذي سيأتي من المعارضة بخصوص الحكم الذاتي للصحراء المغربية. هي كانت ترفض هذا القرار. طيب، اليوم بعدما أعلن الحزب المعارض أنه أو بعدما أعلن وده للمغرب ويخاطب المغرب في تصريحاته الأخيرة، هل باتت جبهة البوليساريو اليوم في ورطة أم أن المغرب لا يأبه أساسا للبوليساريو؟ فعلا البوليساريو تتخذ هذه المواقف، وأعتقد من ورائها بالتأكيد النظام الجزائري الذي دخل في علاقة عداوة مع إسبانيا بعدما تقرر من تطوير العلاقات إيجابيا مع المغرب. وحقا موقف الجزائر كان هذا من الغرابة بمكان، لأنه كيف يعقل أن يأتي سانشيز في رسالته ليقول فقط بأن الحكم الذاتي هو الأكثر صدقية، زاد كلمة الأكثر فقط على مجلس الأمن والأمم المتحدة، ومع ذلك قامت الجزائر باستدعاء سفيرها وإقامة الدنيا وقطع العلاقات البنكية والاقتصادية وأشياء أخرى. هذا يظهر أن ما يحدث لا من طرف بوليساريو ولا من طرف هو مرتبط بالمؤسسة العسكرية في الجزائر التي تتخذ بالتأكيد هذه المواقف. اليوم علينا أن نقول بكل صراحة بأن حتى بالنسبة لرئيس الحزب، وهذا الرجوع للتاريخ القريب فقط، ألا نلاحظ أنه عندما قامت الحكومة الإسبانية في حينه بقبول دخول غالي زعيم البوليساريو إلى التراب الإسباني، أن رئيس الحزب الإسباني في المعارضة تعرض على ما حدث وانتقد الحكومة الإسبانية وقال إنه لم تتم استشارته بهذا الخصوص إلى آخره، وأن في مساس بالمصالح مع المغرب. ولذلك لا يمكن للبوليساريو اليوم أن تعتبر أنها مع المعارضة في وضعية الحليف ضد المغرب أو أي كان. هذا شيء مرفوض إطلاقا. وثم أكثر من هذا، علينا أن نلاحظ أن الجزائر في أن إسبانيا في علاقتها مع المغرب لا ترتبط فقط بعلاقاتها الخاصة كدولتين، ولكن بالمحيط المتوسط أولا، وكبوصف المغرب كعضو متقدم داخل الاتحاد الأوروبي. وبالتالي أكثر من هذا، النافذة الحقيقية لوصول إسبانيا إلى قلب إفريقيا، وهذا هدف كل البلدان الأوروبية على السواء، هو المغرب. فهو منصة استراتيجية لهذا الربط الحقيقي بين إسبانيا والتراب الإفريقي. ولذلك علينا أن نعترف بأن طبيعة العلاقات القائمة بين المغرب وإسبانيا هي علاقات دولة أولا، ثم هي علاقات استراتيجية، ثم تخدم المصالح الحيوية المشتركة. هناك أكثر من 200 شركة إسبانية تستثمر في المغرب، ومصالح إسبانيا بعد النفور القائم بين المغرب وفرنسا ربما تدفعها إلى مزيد من التعاون في هذا المجال. وهي تدرك جيدا أن العاهل المغربي سبق له في خطاب صريح أن قال بأن قضية الوحدة الترابية هي المعيار الذي يقيس به المغرب صدق الصداقات وحسن المعاملات مع الدول الأخرى. وبالتالي ما يقع اليوم مع فرنسا من طرف المغرب ربما هو درس كذلك تستفيده إسبانيا، وتعلم أن المغرب كيفما كان الحال له أصدقائه في قلب أوروبا، إيطاليا، ألمانيا، إسبانيا، هولندا، بلجيكا، كل هذه البلدان اتخذت مواقف جد إيجابية. وأعتقد أن إسبانيا ليس من مصلحتها اليوم أن تعيد أوراق العلاقة إلى الوراء، خاصة مع تصريحات رئيس المعارضة التي جاءت واضحة بهذا الخصوص. دكتور العباسي، هل استوعبت المعارضة الإسبانية أنه لابد من تكريس معالم المرحلة المقبلة أو الجديدة التي دخلت غمارها المملكتين؟ نعم، الآن في إسبانيا هناك قناعة لدى الشعب الإسباني بالأساس، ويعني هذا ألاحظه هذا في اليومي وفي مع زملاء، مع أصدقاء صحفيين، كذلك مع بعض الساسة إلى غير ذلك في إسبانيا. الآن هناك قناعة أن يجب أن تكون العلاقة السائدة بين إسبانيا والمغرب علاقة جيدة، وهذه من الأساسيات التي يمكن أن تكون دافعا أو مؤسسا لهذا الموقف الجديد بالنسبة للمعارضة، وحتى لا نسميها فقط المعارضة، نحن نتحدث عن الحزب الشعبي الإسباني المعروف
بحزب يميني، وبأنه ربما له مواقف من المهاجرين، من بعض الأمور التي يمكن أن نقف عندها. لكن المهم في هذا هو أن هناك قناعة الآن أن يجب أن يكون هناك علاقات طيبة واستراتيجية مع المغرب ودائمة، لا يمكن القبول نهائيا. وهذا قول الساسة، مجموعة من السياسيين، مجموعة من الفاعلين في المجتمع المدني الإسباني لن يقبلوا نهائيا أن تعود الأوراق وراء، أو أن تعود السكة إلى الوراء، وأن تكون هناك انتكاسات أخرى في العلاقات بين المغرب وإسبانيا. هم مقتنعون تماما أنه الآن يجب أن نخطط للمستقبل، وهذا فعلا ما تبين في مجموعة من المحاور، سواء من خلال الاتفاقيات التي تم إبرامها. وأنا أؤكد هنا أن تصريحات ألبرتو فيخو يعني الحالية تؤكد أنه سيكون هناك استمرارية لما تم الاتفاق عليه. المعارضة الآن تلعب ورقتين فعلا، هي في حملة انتخابية ربما في مرحلة الحملة، ولكنها أساسا تتحدث بلغة اليقين، وهو أن هناك مواقف إيجابية اتجاه المغرب. والبحث الأساسي الآن حاليا هو توطيد هذه العلاقة حتى لا يحدث ما يمكن أن يسيء. هناك مشكل الثغرين المحتلين السبت هناك مشاكل أخرى مطروحة لحد الآن. النقاش المرن بخصوصها سواء في مرحلة الحزب الحاكم حاليا في التشريعي أو حتى في المستقبل، وهو ما عبر عنه أيضا اليوم فيخو حينما تحدث عن ما يسمى المكاتب الجمركية بالبحرين السبتة والمليلية، الذي لا زال قيد الدرس رغم وجود اتفاق سابق عليه، لأن هناك دائما الحديث عن إعادة الروح لهاتين المدينتين باعتبار الوضع الاقتصادي. هناك الآن ويجب أن يعلم الجميع واستثمارات كبرى إسبانية في المغرب، فإسبانيا تستفيد من فرص الاستثمار التي يفتحها المغرب هنا. مسألة أساسية، هناك اليد العاملة، هناك مجموعة من الأمور التي لا بد أن تأخذها الحكومة الإسبانية مهما كان لونها ومهما كان. أنا أفتح فقط قوس فيما يخص سؤال البوليزاريو الذي طرح على الدكتور. فالآن هناك من يلعب بورقة البوليزاريو، لكنها هي أحزاب صغيرة، الأحزاب الكوميونيست يعني الشيوعية في إسبانيا خاصة على مستوى كاتالونيا وبعض المناطق. هناك من يلعب بورقة الانفصاليين البوليزاريو، لكنها هي ورقة ضعيفة جدا على مستوى العمل السياسي، وحتى يعني رد الفعل أو كذلك التأثير لهذه الأحزاب أو لهذا الفعل لن يكون إيجابيا، خاصة وأن الإسبان هم الآن مقتنعون تماما. وانا اقول لك يعني فيما يعاش يعني بعين المكان، انهم مقتنعون تماما انه لا يمكن حاليا ان نعود الى الوراء في العلاقات ما بين المغرب واسبانيا. طيب، دعني اعود الى دكتور تاج الدين الحسيني، اعتقد ان لديه تعقيب على ما تفضلت به. تفضل دكتور حسين. صراحة لم أستمع إلى ضيفكم بوضوح، هناك خطأ في الصوت، ولكن يمكن أن أقول بأن العلاقات المغربية الإسبانية محكوم عليها أن تستمر بنفس الإيقاع وفي نفس المستوى، ربما أفضل. علينا أن نلاحظ أن الحرب الأوكرانية الروسية غير بعيد من البلدان الأوروبية جميعا سوف تدفع بها أكثر إلى التوجه نحو بلدان الجنوب، وخاصة نحو الجيران الأطلسي المتوسطيين. هذا يفرض نفسه بحكم التاريخ الذي يدرس الجميع. وأكثر من هذا، العلاقات مع المغرب وإسبانيا هي علاقات مستقبل قبل أن تكون علاقات ماضي أو حاضر. هناك مشاريع كانت منسية وتعود اليوم إلى الواجهة، مثلا الربط القار بين أوروبا وإفريقيا عن طريق جبل طارق وعن طريق إسبانيا. هذا مشروع أعيد وأخرج من الأدراج ويدرس بكيفية جدية بين حكومة الشانسيز والحكومة المغربية، وقد يرى النور في سنوات قليلة. وإذا خلق هذا الربط فهذا هو الوصلة الحقيقية بين أوروبا ومجموع القارة الإفريقية. أكثر من هذا، فيما يتعلق الآن بالهيدروجين الأخضر، فيما يتعلق بالطاقات المتجددة، المغرب اليوم أصبح يلعب دورا أساسيا على الصعيد الدولي. تصوروا أن مجموعة نور الموجودة في الجنوب المغربي هي أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم، وهناك مشاريع أخرى على مستوى الطاقة الريحية والهيدروجين الأخضر. وبالتالي إسبانيا تنظر إلى المغرب ليس فقط
كصديق أو كجار على المستوى الجغرافي، ولكنها تنظر إليه كشريك أساسي لبناء مستقبل أفضل لمصلحة الشعبين. طيب دعني أنتقل بآخر سؤال إلى دكتور مصطفى. دكتور مصطفى، كيف ستؤثر تصريحات زعيم المعارضة على العلاقات مع الجزائر، والتي يرى ربما زعيم المعارضة في السابق أنها تدهورت بسبب استراتيجية سانشيز؟ نعم، فبطبيعة الحال وكما سبق قلت كما دائما هي أن الآن مجموعة من الأشياء هي مرتبطة أساسا بالحملة الانتخابية والتنافس الانتخابي. فكما نعلم أن بيرتو فيخو تحدث في البدء عن العلاقات الطيبة، لكنه في نفس الوقت تحدث عن أن الأمور لا يمكن أن تكون علاقات شخصية أو علاقات خاصة، بل هي علاقات دولة بدولة وعلاقات مؤسسات دولة إلى غير ذلك. هذه كلها أمور يمكن أن ندخلها في إطار الصراع الانتخابي والحملة الانتخابية القائمة بين الحزبين القويين كما نعلم في إسبانيا. فالتنافس الأساسي يكون ما بين الحزب الشعبي وكذلك الحزب الاشتراكي العمالي، وكلاهما كلاسيكيا أو تقليديا يكون أهم الأساسيات في عملهم هي في حملتهم الانتخابية هي التركيز على بعض الجوانب التي تخص ما يمكن أن يكون في الجانب المغربي الحاضر، سواء كان الأمر يتعلق بعلاقات على مستوى العلاقات، كذلك على مستوى العمال أو المغاربة المتواجدين في الخارج، لأننا نعلم أن أكبر جالية تقريبا متواجدة حاليا بإسبانيا المغربية، وأكبر من المجنسين كذلك من الجاليات، وهذا آخر الأرقام هم مغاربة من أصول مغربية، وهذا على الانتخاب. للأسف انتهى وقت هذه المقابلة. شكرا جزيلا لك من مدينة أليكانتي الإسبانية دكتور مصطفى العباسي الأكاديمي والمتخصص في العلاقات الدولية، كما أشكر أيضا من الرباط دكتور تاج الدين الحسيني خبير العلاقات الدولية. شكرا جزيلا لكم.